النهارده هنعمل ألذ سندوتشات لحمه مفرومه، لازم تجربوها، خلطه خطيره. وما تخافوش لما بقول لكم سندوتشات لحمه مفرومه، عشان احنا هناخد اللحمه المفرومه دي في حته تانية. هوريكم ازاي. هنضاعف ربع كيلو من اللحمه المفرومه ونخليه يكفي العيله كلها. غدا بدون مبالغه بياخد 10 دقايق في التحضير، يعني لو كسلانه او مستعجله ما عندكش حاجه. هاتي طاسه وسخنيها كويس وحطي فيها معلقتين من الزيت، وممكن تحطي زبده زي ما انت عايزه. هسخنهم كويس، وبعد كده هنزل عليهم بربع كيلو من اللحمه المفرومه، وهبتدي احمر في اللحمه المفرومه دي لحد ما تتعصج معايا كويس قوي والسوائل اللي فيها تنشف تماما. هفضل وراها لحد ما تتعصج معايا. الاول لونها هيغير، هتنزل شويه ميه، هبتدي اسيبهم لحد ما تشربهم تماما وتبخروا. هنزل عليهم بقى ببصلايه كبيره مبشوره، بصلايه كبيره مبشوره، وهبتدي اشوح في البصله دي لحد ما تدبل معايا. ما تخافوش، مش هتبقى المنظر زي ما انتوا شايفين كده، هتختفي. هحط عليهم عودين من الكرفس اختياري زي ما انت عايزه. ده كرفس فرنساوي، انا بجيب الحزمه واقطعها وانضفها واشيلها في الفريزر، واطلع زي ما انا عايزه عودين 3 وقت ما انا عايزه. هجيب جزرايه كبيره مبشوره، تقدري تبشريها او تفرميها زي ما انت عايزه. بتدي تسكيره حلوه قوي قوي قوي، وبتزود طبعا الكميه وبتزودها فايده. هفضل برضو اتدبل في الخضار بتاعي ده لحد ما يدبل شويه شويه. هنزل عليه فلفل الوان او فلفل حار او فلفل اخضر، بس اللي عندك موجود حطيه. هفضل اشوح في الخلطه بتاعتي دي كويس قوي. على فكره الخلطه دي ممكن تقدميها مش سندوتشات بس، ممكن جنب مكرونه، سهله جدا وبسيطه. هنزل عليهم بقى بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، يعني حوالي 3-4 فصوص ثوم مفرومين. هشوحهم لحد ما ريحتهم تطلع. هنزل عليهم ب3 معالق كبار من الكاتشب، ممكن يكون كاتشب حار او كاتشب بارد زي ما انت عايزه. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الصويا صوص، مهمه جدا وبتدي طعم حلو قوي. هقلب كويس قوي لحد ما احس ان هي ابتدت تختفي شويه. لحد كده الوصفه سهله صح؟ هنحط عليها البهارات بتاعتنا، ربع معلقه صغيره من البهار الحلو اللي هو الكباب الصيني او بهارات مشكله، فلفل اسود وملح حسب الرغبه بقى، ظبطي الملح بتاعك على حسب ما انت بتحبي. وحطي عليهم نص معلقه صغيره من البابريكا، ويا سلام لو البابريكا دي مدخنه بتدي طعم حلو قوي. هشوح ده كله مع بعضه. بصوا بقى الخلطه اتضاعفت ازاي، شفت ربع كيلو اللحمه بقى كميه كويسه، والبصله اختفت. انت اللي شايفاه دلوقتي تعتبر الفلفل الالوان. بس خلصنا، هطفي عليها بقى وهجيب السندوتشات بتاعتي. ممكن تحطيها في كايزر، تحطيها في فينو، تقدميها جنب مكرونه، اللي انت عايزاه. هجيب الكايزر واحط فيه خلطه اللحمه المفرومه بتاعتي. على فكره هو هيعمل سندوتشات اكتر من كده، بس انا بحب اقدمها سخنه، فاللي بيجي بعمله سندوتشات وقتي. واحط عليها بقى جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اي نوع جبنه موجوده عندك. ادخله الفرن بس الجبنه تسيح، مش اكتر من كده. وخلصت معانا الاكله الجميله. حضري بقى البطاطس المحمره، حاجه ساقعه، عصير ساقع، شويه مخلل، كاتشب. خلصت الاكله بتاعتنا. اكله ما خدتش معاكي اكتر من 10 دقايق، ده من غير ما تقفي قدام النار لساعات طويله ووقت طويل. اكله سهله وبسيطه وطعمها حلو جدا، وبألف هنا. بس يا ريت لو استفدتي من الوصفه لايك وشير.